السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الإسفنجة في المنام. رؤية الإسفنجة في المنام يعني أنك شخص متقبل ويمكن أن تستوعب الأشياء بسرعة، مثل سرعة التعلم وكسب المعرفة أو حفظ المعلومات. إذا استخدمت الإسفنجة في التنظيف يعني أنك ربما تحتاج إلى التخلص من بعض السلبية والبدء من جديد، وعليك أن تعرف أنك إذا شعرت بالثقل بسبب أي انتقاد أو تشاؤم في حياتك فهذه ليست نهاية العالم. يمكن أن يتغير كل شيء مع مرور الوقت، ويمكن أن تتحسن الأوضاع قريبا. إذا كانت الإسفنجة مبللة في المنام فربما تكون قد تناولت الكثير من الطعام، وهذا يؤثر على صحتك. كما تدل تلك الرؤية أن عقلك قد يكون مشوش في كل المعلومات التي يحملها، وعليك أن تأخذ قسطا من الراحة من أجل الحصول على تفاصيل جديدة. إذا كنت تحاول استخدام الإسفنج في الحلم ولم تتمكن من ذلك، هذا يعني أنك سوف تحاول أن تتعلم الكثير من الأمور دفعة واحدة للحصول على وظيفة جديدة، مثلا أن تحاول حشر المعلومات في دماغك قبل الامتحان. إذا كان الأمر كذلك هذا يعني أنك تحتاج إلى تحرير نفسك، لأن الأمور سوف لن تسير جيدا بهذه الطريقة. رؤيا الإسفنج في منام العزباء دليل على قدوم العديد من البشرى التي ترافقها في طريقها، بالإضافة إلى الرزق الحلال الذي قادم إليها من الله عز وجل. وإذا قامت بشراء الإسفنج دليل على نجاحها في أمور حياتها، حيث يدل على نجاحها في الدراسة إن كانت تدرس، وفي عملها إن كانت تعمل، وعلى الوصول إلى تحقيق الأمنيات التي كانت تتمناها. ويعتبر حلم الإسفنج أو الفراش الإسفنجي للمرأة المتزوجة من الأحلام التي تدل على العديد من الإشارات الجميلة والمريحة، حيث أن هناك العديد من التفسيرات فيدل على الاستقرار والأمان والراحة. والفراش الأبيض أو الإسفنج الأبيض دليل على الأخلاق الصالحة والصفات الجميلة التي تتمتع بها المرأة الراقية. ويدل حلم الإسفنج من الأحلام التي يراها العديد من المطلقات، فإذا شاهدت المطلقة فراش الإسفنج في المنام فذلك يدل على الراحة والسرور والاستقرار الذي سوف تشعر به عما قريب، ويدل على تعويض الحياة السابقة لها بحياة أفضل إن شاء الله. إذا رأت المرأة المطلقة فراش من نوع غير مريح من الإسفنج فيدل على قدوم شخص غير صالح وغير مناسب لخطوبتها، وعليها الاحتراس والبعد عن هذا الزواج. تفسير رؤيا الإسفنج أو الإسفنجة في منام الرجل. إذا كان الرجل أعزبا ويرى في حلمه أنه قد رأى إسفنجا جديدة فذلك يدل على زواجه في الوقت القريب من امرأة سوف تساعده وتكون صالحة. بالإضافة إلى رؤية الفراش الإسفنجي في المنام يدل على الراحة الذي سيشعر بها الرجل في حياته والاستقرار. أما إذا كان متزوجا ويقوم بالاختيار بين فرشين فقد يكون إشارة على أنه سيتزوج من امرأة أخرى. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.